عاملين ايه؟ اتكلمت معاكم عن الرينو 13 اف 4 جي قبل كده، والنهارده جايين نتكلم عن الاف 5 جي وهل في تطورات عن الجيل القديم وهل يستاهل سعره ولا لا. تعالى اعرف الجديد. اوبو هنا استخدمت معالج جديد من سناب دراجون 6 جين 1، دقة تصنيع 4 نانومتر، ومعالج اداء محترم جدا، خصوصا ان انا بحب كوالكوم. ولكن في نقطة هنا على المعالج بس اقول لك اركنها على جنب دلوقتي، سيبك منها. تعال نكمل بقى الجديد. طبعا هنا البطارية بقت اكبر 5800 ملي امبير، الدعم الشحن السريع 45 واط اللي موجود معاه في العلبة، وفي جراب وفي سكرينه موجوده على الموبايل. ولما نروح للشاشه هنا اللي بحواف كويسه، جوده محترمه وهتعجبك، وتصميم الموبايل كله عموما فخم. يعني زي ما قلت في الفيديو قبل كده، انت لما تشوفه تبقى انت عايز تمسك الموبايل ده. عندك هنا وزن 192 جرام مع سمك 7.8 مللي. طبعا الميزه الجامده جدا اللي هم دعموها في سلسله الرينو الجديده انه مقاوم للميه بالاي بي 68 والاي بي 69. ده مش بس كده، ده حط لك كمان وضع للتصوير تحت الماء. الوضع ده لما بتشغله تنزل بالموبايل الميه، لو دوست على زرار رفع الصوت فبياخد صوره، دوست على زرار خفض الصوت فبيفتح عشان تصور فيديو، ولو دوست عليه تاني بيقفل لك الفيديو. طبعا عايز تخرج من الوضع ده بتدوس على زرار الباور، بياخد له بتاع 3 ثواني قد كده وتلاقيه بيعمل صوت كده ويخرج الميه اللي في المداخل اللي دخلت فيه. فبصراحه دي حركه جريئه من اوبو، يعني ان هم واثقين في شهاده مقاومه الميه الموجوده في الموبايل لدرجه ان هو حط لك وضع التصوير تحت الماء. ولكن خلي بالك، الموبايل لو حصل له اي مشكله بسبب الميه، حتى لو انت لسه فاتحه من العلبه دلوقتي، الضمان لا يشمل الضرر الناتج عن الميه. وده مش في اوبو بس، ده في كل الشركات، فخليك مصحصح كده معايا. الموبايل جاي ببصمه تحت الشاشه، هي بصمه سريعه، اسرع بصمه تحت الشاشه في فئه متوسطه هي اللي بتقدمها اوبو. طبعا مش محتاجه نتكلم عن الشبكات، ان الشبكات هنا محترمه، سواء المكالمات او الواي فاي مش هتواجه معاها اي مشكله. نروح بقى للكاميرات، وانا عارف ان دي اهم نقطه بتهمك في الموبايل. عندنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وكاميرا 8 ميجا بكسل لتصوير الزاويه الواسعه الالترا وايد، فتحه عدسه 2.2، وعندنا كاميرا 2 ميجا بكسل للماكرو و32 ميجا بكسل للسيلفي، فتحه عدسه 2.4. سيبنا من الارقام على جنب وتعالى نتكلم الكاميرا دي اخبارها ايه. الكاميرا الرئيسيه هنا داعمه المثبت البصري الحقيقي الاو اي اس، فالكاميرا هنا بتطلع صور كويسه جدا وهتعجبك، خصوصا مع سوفت وير اوبو ومعالج السناب دراجون. ده غير كمان مميزات الذكاء الاصطناعي الموجوده من اوبو في الكاميرا. الكاميرا الرئيسيه هنا بتصور فيديو 4K 30 فريم، وكمان بتصور فول اتش دي 1080 30 و60 و120 فريم. طيب انا وفي المونتاج لقيت ان في حاجه نسيت اقولها، فحابب اقول لكم عليها. يعني الموبايل هنا بيصور بالكاميرا السيلفي فيديو 1080 30 فريم بس، ما بيصورش 4K، ودي حاجه غريبه جدا ان الموبايل ب 19000 جنيه وما بيصورش 4K بالسيلفي. هو بيصور هنا 4K 30 فريم بالكاميرا الرئيسيه بس، فقلت اقول لكم. يعني نرجع بقى للمعالج السناب دراجون ال 6 جين 1 ال 4 نانومتر، معالج محترم، اداء كويس جدا. ولكن في الفئه السعريه اللي موجود فيها الموبايل كنا نتمنى ان يبقى فيه معالج اقوى من كده. بس اقول لك على حاجه، ده العادي بتاع اوبو، هما ما بيحطوش معالج قيمه مقابل سعر او الافضل في الفئه، هما ده العادي بتاعهم. المعالج ده لما تيجي تقارنه مع الاكزينوس ال 1380 اللي موجود في الجالاكسي A 35 هتلاقيه المعالجين تقريبا زي بعضيهم، بل الجي بي يو في الاكزينوس افضل من في سناب دراجون هنا. يعني ما قلتلكش انا سعر الموبايل كام صح؟ تعال اقول لك. الموبايل هنا 256 جيجا مع 12 جيجا رام، كويس، عامل حوالي 19000 جنيه. زي ما قلت لك يعني كنا نتمنى ان يبقى في معالج افضل من كده في ال 19000 جنيه، بس مش مشكله. نقطه تبقى عارفها. بس انت طبعا عندك علبه متكامله، شحنك، سكرينتك، وتجربه الاستخدام الحقيقه هنا في الرينو 13 اف 5 جي كويسه جدا. يعني انت عندك شاشه كويسه كبيره، حواف مقبوله، سطوع 100 الوان زي الفل، مع السماعات الاستيريو اللي بتقدم هنا صوت محترم. فتجربه المشاهده على الموبايل هتبسطك جدا. موبايل خفيف مش تقيل، رفيع مش تخين، فمسكته في ايدك هتعجبك، تصميمه كويس، شبكات زي الفل، بصمه سريعه. فتقدر تقول تجربه الاستخدام هنا نوعا ما متكامله ومش هتواجه معاه اي مشكله، خصوصا لو انت محب الهواتف اوبو ومش ناوي تغير لشركه تانية. فباختصار كده الجديد في 13 اف عن ال 12 اف 5 جي طبعا ان في معالج احدث واقوى سناب دراجون 6 جين 1، عندك بطاريه اكبر 5800 ملي امبير، الاي بي 69 اللي جاي في الموبايل، ووضع التصوير تحت الميه، التصميم الجديد الحقيقه ان هو اشيك من تصميم السلسله اللي فاتت، ده من وجهه نظري. دي بقى ذوقك انت، حسب انت بتحب ايه. فبس كده، ده اللي كان عندنا النهارده في الموبايل ده. طبعا لو عندك اي سؤال بخصوص الموبايل ده موبايل تاني انزل نورني في التعليقات وانا هرد عليك. مع السلامه.